زمن المعجزات رجع تاني يا جماعه. يوم الجمعه الصبح اهل غزه لقوا حوت قابل للاكل على شواطئ. الفيديو ده من شواطئ غزه والناس ملمومه على الحوت وفرحانين بيه، وخصوصا لما عرفوا انه قابل للاكل. الحوت ده ضخم جدا واسمه المتعارف عليه بين الناس هو البهلول، وهو من فصيله اسمها القروش الحوتيه. الحوت او القرش ده طوله بيوصل ل 62 قدم، يعني قرابه 19 متر، ويعتبر من اضخم الكائنات البحريه. اول اكتشاف ليه كان سنه 1928 في خليج الطاوله في افريقيا. الحوت ده بيعيش حوالي 130 سنه، وزنه بيوصل لاطنان، وهو من الانواع اللي ممكن تنقرض او مهدده بالانقراض اصلا، لانه صالح للاكل عادي جدا، وفي الغالب موجود داخله كميات مهوله من الاسماك، عشان كده بيتعرض للصيد. الفكره والمعجزه بقى ان النوع ده من الكائنات البحريه غالبا بيعيش في المحيطات مش البحار، ولكن اراده ربك سبحانه وتعالى جابته لحد شواطئ غزه في البحر المتوسط، وكانها رساله بتقول لهم ابشروا بما يسركم ان شاء الله، سلام عليكم بما صبرتم واحتسبتم يا اهل غزه. وصل الفيديو ده لكل مكان بفولو لايك وشير وصلوا على النبي.